السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. ولو انت اول مرة تشوف القناة دي يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو بتاعنا دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا نستمر في تنزيل فيديوهات اكتر ان شاء الله. ولو ما صليتش على النبي صلي على حبيبك وحبيبي سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. آم، الدور ده صراحة كان مفاجأة. تمام، انا ما كنتش اصوره بس انا قلت اصور، وسبحان الله يعني جه معانا دور جامد جدا يعني. تمام. ودور حتى يعني كان فيه تعثر وبعد كده في تطور بالاداء. هنا زي ما ملاحظين معانا كاجورا، هم اختاروا خفرع وزاسك، وخفرع حاليا ميتا. تمام، مش ميتا بس على مستوى التانك، هو ميتا على مستوى الابطال كلهم. انا هنا قررت ادخل هنابي. تمام، حسيت ان انا يعني ايه، ان التانك مش هيطلع وهيجادل وخفرع. طبعا خفرع دلوقتي مزعج جدا باستناته اذا كانت الفيرست او الالتيميت، فانا قلت ادخل هنابي. بطل عندها اميون عالي. تمام. صعب جدا تسيطر عليها. هنا آم، خدوا سيلفانا وميليسا. طبعا انت ضدك هنابي، فان انت تاخد سيلفانا مش اختيار كويس، لان انت صعب اصلا تمسكها. تمام، وطول ما انت مش قادر تمسك يعني اصلا سيلفانا ميزتها الستان بتاعت الالتيميت، فهنابي صعب جدا صعب جدا سيلفانا تمسكها، فده اختيار مش حلو. وميليسا برضه اختيار سيء جدا. على الاقل سيلفانا مش هتواجه هنابي في اللين، لكن ميليسا هتواجه هنابي في اللين، فانا شايف ان اختيار ميليسا اختيار سيء جدا، لان ميليسا اللي قوي فيها ايه، اللي بيخليها قويه هو السكند بتاعتها اللي هي الدميه اللي بترميها وبتربطك بيها. ف هي ده بتخليها ان انت بتحس ان انت بتواجه رميين مع بعض. تمام، لكن بسبب ان برضه هنابي عندها اميون طبيعي في المهاره فيرست بتاعتها والدرع اللي هي بتجيبه. تمام. او اي درع بيكتسب يعني مثلا لو حليف يديك درع فكده، لسه اختيار سيء لانها هفلت من السكند بتاعتها. تمام، يعني انت لو قدامك هنابي في الليل ما تدخلش ميليسا، ادخل برودي. تدخل عمنا غرانجر. تمام. لان هنابي يعتبر ما عندهاش داشات، فصعب جدا تهرب من الالت بتاعك. ممكن حتى تدخل ليلى لو مثلا هنابي برضو مش رامي اللي هو بعيد المدى قوي زي ليلى وليزلي، فالحاجات دي نسبيا كويسه قدامها يعني. تمام. بتبهدلها يعني، لكن ميليسا مش اختيار احسن حاجه. فعلى السريع كده، احنا الفريق بتاعنا عباره عن هنابي اللي هو انا جولد لين، بادنج هيروح تجوال، اولوس هيجنجل، معانا جوي هي في طريق الخبرة، وكاجورا ميد. بالنسبة لفريق الأداء تانك هفرع، سيلفانا خبرة، ميليسا رامي، سويو هاي جنجل. وأنا صراحة يعني سويو حاليا بعد النيرف اللي خده ما بقاش أحسن حاجة. ما بقولش إن هو ضعيف، هو لسه ميتا ولسه في عيال محترفة بيه يعني بتكرر تيمات حرفيا، لكنه ما بقاش أفضل اختيار. وساسكي في الميد. طبعا أنا هنا بدأت بسلاح. تمام، زي ما انا قلت في فيديوهاتي اللي قبل كده، دايما لو انت هتروح جولد لين او ميد لين او حتى طريق خبره، ابدا بسلاح، او ما تبداش ببوت. ممكن حتى تبدا بدرع لكن ما تبداش ببوت. ولو هتبدا ببوت فانت جيب البوت على الثانيه 15، قبل الثانيه 15 بيعه وجيب اي معده تانية. طبعا هنا بدنج معايا. تمام، فانا قلت ابقى اجريسيف شويه، اضرب الضربه اللي معايا، احاول اغريه. بدنج قاعد يعني، حسيت كان ممكن يعمل فليكر سكند لو هو كان فاتح السكند. حاولت برضو الكراب. طبعا هنا بدنج مشي وسابني، ودي كانت حركه مش احسن حاجه لان انا دلوقتي واخد الكراب على اساس ان انت معايا. تمام. حاولت اخده اضغط عليه اكتر، هو صراحه خده مني يعني بطريقه كويسه. تمام. طبعا هنا مشغل الاميون بحيث ان اي حد يجي من تيم الاعداء ما يبقى ما ياخدش ستان. حاولت هنا اضغط، لقيت زاس كان مستخبي، ده معناه ان طبعا مفيش ميسنج. تمام، التيم مش فايق لنفسه. خفرع جه من فوق. هم كويس ان هم قدروا يقتلوا ميليسا. تمام. ده اداني اسيست، ده كويسه. بس برضو انما التيم، معنى ان التيم انما الميد ما يبقاش قدامك، ما فيش ميسنج،
التانك يجي عليك تبقى مشكله. وهنا طبعا الجانجلر بتاعنا مات، حركه مش كويسه. يعني المفروض الجانجلر اهم، انت اهم واحد ما تحاول ما تموتش في الايرلي. فانت لو هم عاملين عليك جانك والتانك ما جاش وكده، الاحسن ان انت تنسحب احسن من ما انت تموت. طبعا هنا صفيت الويفا، لقيت ان في فايت، رحت انضميت على طول. ما رضيتش طبعا اسيب الويفا واروح للفايت لان الفايت مش مضمون، ممكن يهربوا. حاولت اضغط على سويو بس هو عمل داش، قلت خلاص سيبك من سويو، هات خفرع. تمام. وبدنج جابه. طبعا هنا معايا بدنج، قلت يلا ننزل على ميليسا. تمام. هو هنا بدنج ما شاء الله ردة فعله مش اسرع حاجه، بس هو برضو جاب ميليسا، فدي حاجه كانت كويسه. تمام. انا حاسس ان هو لو كان اسرع من كده كان ممكن يبقى عنده وقت كافي ان احنا نقتل ميليسا بسرعه ويهرب من زاسك ما يموتش يعني. هنا بيقول لي انسحاب، وانا طبعا على طول اول ما قال لي انسحاب رجعت شويه لتحت التور، بس انا ما كنتش عايز اضيع الويفا. تمام. ودي حاجه مهمه، يعني انت لو مد او تجوال ومش شايف تيم الاعداء، نبه الرامي تعمل له انسحاب. ممكن هو يبقى في فايت مش مركز. تمام. فدي حاجه كويسه يعني. طبعا هنابي مش واو في الايرلي جيم. تمام. والفيديو ده حتى من الصوره المصغره اللي انا حاططها ان احنا هنشوف قوتها. تمام. في الاميون بتاعها بس في الليج جيم. وطبعا هنابي النمايه بتعتبر اكتر، مش اكتر رامي، هي اكتر بطل دارك سيستم. ليه؟ لان هو إنه الناس بتعتبرها انت مانع ضد اي حاجه. بتبقى قوي، بتكتسح، فبتكسل ان هي بقى تعمل روتيشن، بتكسل ان هي تلعب مع التيم. فده اللي بيخلي ده من النوع، طبعا ده مش دايما يعني، بس ده حاجه بتخلي الدارك سيستم يتولد في هنابي. تمام. نرجع تاني للدور. هنا بدنج يركز على ميليسا وكاجورا جت ساعدت، وده حاجه كويسه جدا، لان لو كان هجم على خفرع ما كناش نستفاد اي حاجه، خصوصا ان خفرع معاه فليكر. طبعا انا شاركت في كلاية هنابي عن في كلاية ميليسا عن طريق الباسف بتاع هنابي. تمام. سويو جه، طبعا انا مش خايف من سويو، ما انا معايا الفيرست. انت يا باشا لو عملت عليا الفيرست بتاعتك مش هاخد ستان بس وخلاص. ودي نقطة قوة سويو، ان هو بيدي ستان، بعد كده ده مش متفجر، بعد كده يقتل يجيب الكلاية ويخلع بالسرد بتاعته. فقدام هنابي الموضوع صعب شوية. طبعا هنا لو لاحظ انت نتيجتي 0-1-3، يعني مش احسن حاجة. هو مش وحش، بس مش احسن حاجة. تمام. وطبعا مفيش كلات. وان انت تجيب الكل بتساعد جدا على ان انت تفايد. المفروض التيم اللي معايا ياخد باله من كده، ولكن هم اصلا يعني هم كويس. هم كويس ان هم بيلعبوا عادي يعني، فاهم؟ بيلعبوا زي البشر، دي في حد ذاتها نعمه. لو لاحظنا ان طول الدور هنلاقي جونيفر مسيطر على سيلفانا يعني بشكل ممتاز. تمام. هنا تيم فايت، قتلنا سويو، ضغطت على الوحش بتاع زاسك. انا صراحه كنت فاكره موجود في الوحش، ان انا عمال اضرب فيه بس لا، هو الراجل هرب من زمان. تمام. بس هم قتلوه، يعني هو هرب وقتلوه. ما شاء الله. انا خدت التيرتل. ودي حاجه على فكره مش كويسه. انا ما اعرفش صراحه هل الواد اولس كان معاه الريتري ولا لا، بس معنى ان انت تاخد التيرتل بالشكل ده، لو معاه ريتري فتبقى مشكله، لان ده معناه ان هو بيدوس ريتري مش حلوه. تمام. وطبعا انا مش بسرق التيرتل منه، يعني في ناس ممكن تقول لي انت سرقت التيرتل منه. انا مش بسرق التيرتل منه، هو اصلا ممكن التيرتل تضيع، يعني هو تلاقيه مش مركز على التيرتل، فدي مشكله تانية. هنا انا بنصحك ما تعملش زي اولوس بياخد الويفا. حتى انا عملت له علامه استفهام، يعني انت بتعمل ايه؟ تمام. في ناس كتير بتعمل الحركه دي، بيبقى جانجلر او مثلا تجوال يجي يروح واخد الويفا او ياخد جزء من الويفا ويمشي. فحبيبي انا الرامي عايز اتفايت. تمام. بس اكتر واحد بيتظلم فيها هو الميد يعني. فيا جماعه لو انتوا من النوع اللي بياخد ويف في الميد، فبلاش تاخدوا ويف الميد، لان الميد بيتاخر في الدور وتخسروا وتقولوا احنا ليه خسرنا. طيب نرجع تاني للدور. طبعا انا هنا ركزنا على خفرع وجبناه. تمام. هو انت اصلا المفروض كخفرع يعني تدخل تكشف يعني ما تمشيش كده، ما تقعدش تتمشى، تكشف البوش بالفيرست بتاعتك عشان تبقى كاشف مع بيدي ستان اللي في البوش. تمام. ايا كان. طبعا انا بحاول اركز على الوفات على قد ما اقدر، عشان بمجرد ان انا اخلص الاتمات بتاعتي خلاص كده الدور خلص. ببش تورات.
هنا كاجورا عماله يعني هما في تيم فايت فوق تمام، بس انت بعيد. لا، بدل لما تبش طورات عمال بتتمشى في نص الماب. يعني هنا كاجورا حرفيا ضيع ابو بتاع نص دقيقه ما عملش حاجه. طبعا شفت خفرع بينط فبعدت على طول. حاولت اعمل الالتيميت بتاعي ونجيبه، بس ما كانش في حد معايا. تمام. طبعا انا ما اعرفش ليه خفرع عمل السكند بتاعته. يعني هو عمل السكند بتاعته على الوحش بتاع زاسك. يعني انت يا صاحبي يا اما تبقى بطيء قوي يا اما تعملها غلط. المهم برضه هنا سيلفانا يعني ايه ردت ان هي ضيعت الالتيميت على ما فيش حرفيا. تمام. وحتى لو كانت بهدفها ان هي تجيبني انا، فانا معايا زي ما أنا قلت لك اميون. فانت خطأ ان انت تستهدف، لو انت بتلعب سيلفانا خطأ ان انت تستهدف هنابي. يعني خصوصا لو انت مش عارف هل هي معاها الفرس بتاعها والدرع ولا لا. المهم واضح طبعا في الدور يعني سيطرة كويسة جدا لينا. تمام. ولكن لحد دلوقتي برضو الفيد بتاعي مش احسن حاجة. ليه؟ لاني ما بجيبش كلات. كل الكلات بتضيع، يا اما بتتسرق يا اما بتضيع. يعني هنا كاجورا جابت الكلتين. حلو. نبش طورات. ده طبعا افضل حاجة انت تعملها كرامي. لو انت مش عارف تجيب كلات وكده تبش طورات وخد الويفات، ولكن مش على حساب التيم فايت. يعني لو في تيم فايت ما تسيبش تيم فايت وتقعد تبش طورات تقعد تاخد الويفات. ما انت كده بتهزر يعني. انا مش عايز اقول ان انت كده حاجه تانية، بس فاهم قصدي يعني. هنا افتكرت طبعا سوي هيعمل داش فكانت تيجي فيه، بس هو ما عملش داش. يعني هو عمل داش بعد لما انا عملت السكند بتاعتي. تمام. ثبتهم بالالتيميت. والتيميت هنابي ميزته انما هو بيثبت اكتر من واحد. يعني لو جه في واحد هتلاقي التيم كله خد ستان. تمام. قطعت على الوحش بتاع داسك بس هو هرب، فلقيت ان هو بيجري ورايا. بدات اهرب. تمام. هنا انا ما كنتش خايف من سوي. يعني هو سوي كان عايز يجيبني يقتلني، انا كنت وقفت. انا معايا الدرع ومعايا الفرس، لو وقفت انا اللي هقتله. بس انا خفت من لما يكون في حد وراه، فقلت لا بلاش، خليني في الامن. ودايما لو انت مش متاكد، او حتى هو هفرع يعني كان موجود، فانت لو مش متاكد هل بيطاردك مثلا لوحده او في حد اكتر من حد بيطاردك، فالاحسن تهرب احسن. يعني فاهم. حتى بص هو دمج هنا دمجني، ما اعرفش اصلا ان جت فيا ولا لا. انا حاسس ان هي ما جاتش فيا خالص، بس حتى لو جت فيا فده مش ضعيف يعني. تمام. ف هو هنا برضو بدنج ضيع السكند بتاعته تقريبا. ضيع كمان انتقال. انا ما اعرفش صراحه في دماغ بدنج بتاعنا الجميل ده ايه. تمام. هنا خفرع عمل بقى اللي انا قلته في الاول، ان هو دخل بالفرس بتاعته. برضو سيلفانا نطت مسكتني. انا تقريبا ما كانش معايا الفيرست، بس انا حاسس ان انا دوست الفيرست بس ما اتاثرتش. فغالبا انا دوست الفيرست بعد لما هو قبل ما هو يعمل فتره يعني. المهم هنا بيفايتوا من غيري ومن غير جونيفر. تمام. هو المفروض اصلا جونيفر يكون في التيم فايت. يعني ما اعرفش جونيفر بيعمل ايه فوق. انا قلت لك ما تصفيش مينيونز. تمام. لسه قايل ما تصفيش مينيونز الا ولو في تيم فايت. يعني لو في تيم فايت ما تروحش تصفي مينيونز. وانا كنت راجع لان هي كان بتاعي قليل. هنا جونيفر جاب سوريو. المفروض على طول نركز ان احنا نكون قريبين من اللورد عشان نجيب اللورد في اي وقت. ان انا صفيت الويفا. طبعا جونيفر بيحارب لوحده. يعني هو رايح تيم فايت لوحده ما شاء الله. انا هنا قلت لا ده هم هيرجعوا على التاور الميد، فاروح ادور ايه. فاروح كده امشي الحركه في الجولد لين. تمام. بس انا كنت غلطان. يعني هم التيم بتاع الاعداء يعني انت لو بصيت على الويفا في الماب هتلاقي عادي عماله بتاخد في التاور الميد عادي. يعني انا لو كنت قعدت اضرب معاها كان زمان ايه خدنا طريق. بس قشطه برضه انا خدت تاور. ودلوقتي شغلت كمان ميليسا. على طول هنروح للورد في تيم فايت. ناخد الويفا. زي ما انا قلت لك انت كماركس مان حاول على قد ما تقدر، وخصوصا على النبي يعني بتخلص الويفا بسرعه. تاخد الويفات، وخصوصا لو هي في طريقك. يعني الا في حاله واحده لو في تيم فايت وتيمك خلاص يعني هيبدا يضيع من غيرك. تمام. انا هنا بحاول اركز على اللورد. ما حاولتش اقدم اكتر من كده. حاولت اقعد اضرب على اللورد ليه؟ لان انا عندي الباسيف بتاعي هضرب فيهم برضه. تمام. يعني حتى انا قتلت خفرع وانا اصلا ما بضربش عليه. فانا هنا حاولت اركز على اللورد. واحنا هنا خلاص خدنا اللورد. انا حاولت اجيب ميليسا، بس لو انت ركزت في الماب هتلاقي ان سيلفانا وزاسك رجعوا مع ان هم كانوا بيهربوا. طبعا بدنج وجينيفر الحمد لله يعني ما كانوش معانا. وطبعا سفردوا بيا وقتلوني. تمام. طبعا تيمي لما انا كنت ميت كان اللورد عمال يتقدم. خد باور او اتنين تقريبا. وتيمي ما شاء الله عمال سارحين في الغابات في بتاعه الجانجلر. تمام. خدنا اللورد. طبعا هنا ما شاء الله كان في فيفا محترمه. زي ما أنا قلت لك التيم بتاعي ما كانش بيعمل اي حاجه.
هنا سيلفانا كان حاول يقتلني، وهو فعلا قتلني، هو قتلني عشان اتجمد يعني، انا كنت هقتله بس هو لولا التجمد اللي عملها فقتلني صراحه، يعني حركه كويسه منه. وسيلفانا اصلا الدمج بتاع السكند بتاعتها يعني كافي ان هي تقتل اي حد، تمام، اي حد سكوشي يعني. بس هنا جينيفر عمل كومبو ممتاز مع زاسكو وميليسا، تمام. وهم طبعا سابوا سيلفانا، ممكن اصلا ما كانوش واخدين بالهم ان سيلفانا كانت موجوده، وكابوا كمان خفرع. يعني انا قالوا ان هم قتلوا تقريبا نص التيم بتاعهم، برضو كنت عملت لها سكيب يعني المده دي. اوكي، بدن جينا بيتريكول، انا ما اعرفش يعني هو بيتريكول على ايه صراحه، يعني انت ما شاء الله كومباتك غلط، بتضيع انتقالات. جيت معايا في الاول وما عملتش حاجه، وبعد كده انا مت، يعني حرفيا حصل العكس اللي احنا كنا عايزينه. طبعا انا هنا شفت في ايه، انتوا بتهجموا، تمام، وسايبين الويفا. فانا قلت لا، انا هروح للتيم فايت زي ما انا قلت لك، مش مهم الويفا ما دام في تيم فايت. رحنا التيم فايت، حاولنا نضغط عليهم، لو قتلنا منهم حد يبقى كويس، تمام، هيسهل لنا اللورد. طبعا انا هنا كنت واقف مستني اي ويفا تيجي مننا او منهم، تمام، بحيث ان احنا ناخدها. هنا ميزه معده مالفك ان انا اقدر اضرب من بعيد، بحيث حتى الوحوش بتاعت زاسك ما تقدرش تضربني. هنا عملت التيميت ممتاز، جمعنا بيه خفرع. طبعا سويو طول الوقت ما شاء الله عليه بيموت يعني. وزي ما انا قلت ميزه التيميت هنابي ان هو لو جه في واحد خلاص، انت بس تحاول تركز في اول واحد واقرب واحد، وغالبا هو التانك، وخلاص هيجيب الباقي كله. يعني لدرجه ان الباقي كلهم لو واقفين جنب بعض ممكن يعمل زي الت كراميلا ان هو يجمعهم كلهم يعني. هنا ركزنا على اللورد، تمام. انا ما كنتش فاهم بدنج يعني وكاجرا بيعملوا ايه من غيرنا. بس هم كانوا بيقتلوا، يعني هم كانوا بيقتلوا في العاده، المفروض هم كانوا هيخسروا تيم فايت يعني في العاده، بس ده كان كويس يعني. هنا انا بقى قررت ايه، بما ان ما شاء الله احنا خسرانين يعتبر في الطريق بتاع جونيفر، تمام، لانه ما بيبوش خالص. فانا قررت ان انا امشي في الطريق ده، بحيث لما الويفا بتاعت اللورد تيجي نكون احنا ماشيين في الطريق ده حبه محترمين، وبعدين في ويفات كتير هتيجي فانا هفيد، فده حاجه كويسه، تمام. هنا التيم طبعا بتاعي دخل فايت مع ان هما كانوا ثلاثه، يعني حتى جونيفر مش موجود، وده غلطه يعني، انت داخل من غير رامي وداخل من غير طريق خبره، عك يعني، تمام. انا قررت اكمل في الفكره بتاعتي، انا هقعد اكمل، هاخد الطريق ده، وفي الاخر لو خدت طريق كامل يبقى احنا كسبنا طريق. طبعا التيم بتاعي بدا يموت، تمام. انا خلاص قلت هنضم ليهم بما ان وصلت لاخر الطريق. بدات عملت الالتيميت بتاعي، ركزت على هفرع. طبعا اصلا انا جايب بيلد بتساح التنكات، ادي جبت اول واحد، تمام، وجبت سيلفانا. ادي كده كملت في الفكره بتاعتي، خدت طريق، لان اصلا يعتبر ان انت تاخد الثلاث طرق ده نص المكسب لوحده، لان خلاص انت كده هتقدر تبوش من غير ما تبوش، المينيونز بتوعك هم اللي هيبوش، فحاجه ممتازه يعني. هنا طبعا زاسك عمل الالتيميت، انا كده كده معايا الدرع، وده مش عالي جدا اصلا على الوحش بتاع زاسك، تمام. سوي هنا حاول يقتلني زي ما انا قلت، ده مش عليا مش عالي، وانا اللي قتلته هنا. طبعا عملت فوكس على البيز، تمام. ميليسا جت، انا ما اهتمتش برضه بضرب المينيونز، لان الباسف بتاعي عمال يضرب ميليسا، وبالفعل يعني بالفعل قتلتها، تمام. وعملت فوكس على البيز وكسبنا يعني. انا كنت ممكن اتراجع هنا بس قلت لا، فرصه، وفعلا الحمد لله خلصت الدور. ويعتبر كان باك بعد لما انا كنت حرفيا مش عارف اجيب كلايه، يعني انا كل الكلايات عماله تتسرق، تمام، ومت في اول الدور. ف جي جي طبعا هو التيم اللي برضه الاعداء مش عشان ما اكذبش يعني ما كانش قوي يعني، تمام. بس انا برضه لولا ايه، تمام، لولا توفيق ربنا ما كناش هنكسب. يعني انا هنا جبت الام في بي، انا صراحه اصلا ما توقعتش ان انا اجيب الام في بي، بس انت هتشوف دلوقتي كميه الدمج الواحد عمله بسبب اخر بس لقطات الدور، اخر 3 دقايق من الدور. الواحد لعب صح، لعب بشكل كويس، مشي مع الويفا، تمام، وانضم للتيم في الوقت المناسب. يعني انا عملت 32% من الدمج، انت متخيل؟ طبعا مفيش حد غيري بيضرب طورات، يعني انا الوحيد اللي بيضرب طورات، مشارك بنسبه كويسه، تمام، اكتر من التانك نفسه. يعني التانك المفروض يكون اكتر واحد مشارك في تيم فايت، مشارك اكتر منه ب 17% كرامي. التحمل ده مش كرامي، فده كويس جدا يعني. وهنايا بيه بتثبت نفسها الدور ده، اتمنى ما تكسفناش في ادوار تانية. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس زر اللايك
ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.